ده هيكون اخر فيديو عن سامسونج في القناه، وهقول لك على السبب في اخر الفيديو، فتابع الفيديو للنهايه. بس قبل ما نبدا، شكرا على الدعم في الفيديو اللي فات، وشكرا على 700 ألف يا ريت، وشكرا على 700 أخ وأخت في القناة. خلاص مش باقي حاجة على الألف إن شاء الله. وشكرا على كل التعليقات الجميلة دي. وانزل دلوقتي دوس لايك، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. تابعني على الفيس والإنستا والتيك توك، الرابط بتاعهم تحت في الوصف. ولو حابب تشوف محتوى جيمنج ففي قناة للجيمنج، الرابط بتاعها برضو هتلاقيه تحت في الوصف أو في أول تعليق. ومن غير مقدمات كتير، يلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا غالي في فيديو جديد ومراجعة جديدة للسامسونج A36. ولاقي على الموبايل ده 33 عيب، 33 حاجة ما عجبتنيش ومش هتعجبك لو فكرت تشتري الموبايل ده. ونبدأ سريعا. تصميم الموبايل جاي بظهر من الزجاج مع إطار من البلاستيك، الظهر عليه طبقة حماية جوريلا جلاس فيكتوس بلس، وعندك في الظهر 3 كاميرات بالشكل التقليدي بتاع سامسونج وجنبهم الفلاش. بس الكاميرات هنا عليها زي إطار خارجي كده بيضم الكاميرات كلها مع بعض، مش زي السنة اللي فاتت اللي هو كل كاميرا لوحدها، وده أفضل عشان الكاميرات تكون محمية اكتر من الصدمات. وكلمه سامسونج في النص من تحت، والظهر مع انعكاس الضوء عليه بيظهر عليه زي الوان الطيف كده، وبس كده. الظهر ما فيهوش اي افتكاسات تاني. بالنسبه للاطار، فمن على اليمين عندك زرار الصوت وزرار الطاقه، من تحت عندك السماعه والمايك ومدخل الشحن من نوع تايب سي، ودرج الشريحه ومايك اضافي لعزل الضوضاء، ومن فوق عندك السماعه الثانيه ومايك اضافي لعزل الضوضاء. الموبايل بيجي بسمك 7.4 مللي، وده سمك كويس جدا. وزن الموبايل 195 جرام، ومسكه الموبايل ده هتبقى مريحه عشان السمك القليل والوزن الخفيف اللي جاي بيهم الموبايل. حمايه ضد الميه والغبار بشهاده اي بي 67، والموبايل ده بيستحمل لحد 1 متر تحت الميه لمده نص ساعه، ودي حمايه جيده جدا بالنسبه لسعره. وكان نفسي اقول لك ان الموبايل ده الوحيد اللي بيجي بالحمايه دي، ولكن في موبايلات تاني في نفس الفئه السعريه وبيجوا بحمايه اعلى من دي كمان، والتصميم ياخد جيد جدا. شاشه الموبايل بتيجي بحجم 6.7 بوصه، وشاشه من نوع سوبر اموليد وبدقه فول اتش دي بلس وتردد 120 هرتز. سطوع الشاشه بيوصل ل 1900 شمعه، ولكن السطوع الفعلي تحت اشعه الشمس 1200 شمعه، وده رقم كافي جدا، والشاشه هتكون واضحه معاك تحت اشعه الشمس المباشره من غير مشاكل. وشاشه الموبايل ده هايله، تشبع الالوان ممتاز، وتقدر كمان تظبط الوان الشاشه زي ما تحب. بصمه تحت الشاشه ادائها مقبول وما تاخدش اكتر من مقبول، والشاشه داعمه خاصيه اولويز اون ديسبلاي، والشاشه تاخد جيد جدا. الموبايل جايب معالج سناب دراجون 6 جين 3، معالج 8 نواه بتردد بيوصل ل 2.4 جيجا هرتز وبدقه تصنيع 4 نانومتر، والمعالج الرسومي من نوع ادرينو 710. والكل اللي فرحان ان سامسونج ما حطتش معالج اكزينوس علشان السخونه والكلام ده، انا اسف ان انا هبوظ عليك فرحتك دي واقول لك ان المعالج ده اصلا من تصنيع سامسونج. بس عموما المعالج كويس جدا ومش بيسخن السخونه اللي هي يعني. وكمان غرفه التبريد اللي موجوده في الموبايل ده اكبر من الاي 35 بتاع السنه اللي فاتت بحوالي 15%، لكن ما اعرفش حجمها كام بالظبط، ولكن التبريد هنا كويس. وعموما الموبايل مش بيسخن جامد. بابجي بتشتغل على سموث مع 60 فريم، وفي المهام اليوميه اداء الموبايل ممتاز. والمعالج ده موفر اكتر في استهلاك البطاريه عن الاكزينوس 1380 بتاع السنه اللي فاتت، والاداء ياخد جيد جدا. الموبايل بيجي بمساحه 128 جيجا مع 6 او 8 جيجا رام، او 256 جيجا مع 8 رام، والذاكره من نوع يو اف اس 2.2، والرامات من نوع ال بي دي دي ار 4 اكس. بطاريه الموبايل بتيجي بحجم 5000 ملي امبير مع دعمها للشحن السريع بقدره 45 واط، ولاول مره جهاز فئه متوسطه من سامسونج ينزل بسرعه شحن اعلى من ال 25 واط. تطور كبير وواضح. سامعك اللي بتقول باقي الشركات بتحط شاحن 67 واط بخلي باقي الشركات تنفعك، انت هنا في سامسونج. اداء البطاريه كويس جدا وهتقضي معاك اليوم مستريح، ولو استخدامك تقيل شويه العاب وكده فمن 5 ل 6 ساعات متواصل. والموبايل بيشحن من 0 ل 65% في نص ساعه. شفت بقى التطور؟ وبيشحن ال 35% الباقيين في ساعه الا تلت تقريبا. ايوه، ما انت لازم تشحن الموبايل في ساعه و10 دقائق، احنا هنهزر؟ والبطاريه تاخد جيد جدا. الموبايل جاي باندرويد 15 مع واجهه سامسونج ال1 يو اي 7، ودعم لحد 6 سنين تحديثات. الموبايل جايب 3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 1.8 بمستشعر بحجم 1 على 1.96 بوصه، يعني تقريبا نص بوصه، ودعم المثبت البصري الاو اي اس. الكاميرا الثانيه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.2 للتصوير بزاويه واسعه 123 درجه. والكاميرا الثالثه ماكرو بدقه 5 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.4 وجنبهم فلاش ليد. والكاميرا الاماميه بدقه 12 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.2. الموبايل بيصور فيديو بجوده 4K مع 30 فريم او 1080 بكسل مع 30 او 60 فريم، وبيصور فيديو بجوده 4K مع 30 فريم او 1080 بكسل مع 30 فريم، وبيصور فيديو سيلفي 10 بت اتش دي ار. وتجربه التصوير بالعدسه الاساسيه الصور فيها تفاصيل جيده، وتشبع الالوان ممتاز، والديناميك رينج جيد،
جيد، مفيش حده عاليه في الصوره، ولو بتصور اشخاص فلون البشره نوعا ما مقبول، والكاميرا الاساسيه تاخد جيد. الموبايل بيعمل زوم 2x ديجيتال، مفيش فقدان كبير في التفاصيل، والتفاصيل جيده جدا والالوان ممتازه والدايناميك رينج جيد، والزوم ياخد جيد جدا. الصور في الليل بالكاميرا الاساسيه التفاصيل جيده والالوان جيده جدا، ومفيش فقدان كبير في التفاصيل، والدايناميك رينج جيد. وده قبل ما تفعل وضع النايت مود. لما تفعل النايت مود بقى ما بيحصلش اي حاجه، لا فعلا ما حسيتش بحاجه مختلفه غير ان الالوان بقت ازهى شويه بس. والصور بالليل تاخد جيد. الصور بالعدسه الالترا وايد التفاصيل جيده جدا والدايناميك رينج جيد جدا، ومفيش حده عاليه او لسعان في الصوره، وتشبع الالوان ممتاز تاخد ممتاز. والصور في الليل بالعدسه الالترا وايد التفاصيل مقبوله وتشبع الالوان جيد والدايناميك رينج مقبول. ولما تفعل وضع النايت مود هتحس بفرق بسيط في الدايناميك رينج، بيتحسن اكتر والالوان جيده. والصور بالليل في العدسه الالترا وايد تاخد جيد. والصور بالعدسه الماكرو التفاصيل جيده جدا. والصور بالعدسه الماكرو التفاصيل جيده جدا والدايناميك رينج جيد جدا وتشبع الالوان جيد جدا وتاخد جيد جدا. وتجربه التصوير بالسيلفي التفاصيل جيده وتشبع الالوان جيد والدايناميك رينج ممتاز وتاخد جيد جدا. تصوير الفيديو بالعدسه الخلفيه الاساسيه على جوده 4K مع 30 فريم فالتفاصيل جيده جدا والدايناميك رينج مقبول وتشبع الالوان جيد وياخد جيد. ومع ال 4K بيشتغل المثبت الالكتروني واداؤه كويس والتفاصيل جيده جدا وتشبع الالوان جيد والدايناميك رينج مقبول ياخد جيد. تصوير الفيديو بالليل التفاصيل جيده وتشبع الالوان جيد والدايناميك رينج مقبول وياخد جيد. وتصوير الفيديو التفاصيل جيده وتشبع الالوان جيد جدا والدايناميك رينج ممتاز. والفيديو بالسيلفي ياخد جيد جدا. وحقيقي الفيديو السيلفي هنا يعتمد عليه. الموبايل جاي بصوت ستيريو عالي وواضح وهتاخد تجربه كويسه جدا سواء في الالعاب او لو بتسمع حاجه على الموبايل. الصوت هنا جيد جدا. الموبايل بيشيل شريحتين اتصال ودعم لخاصيه الاي سيم، وشبكات الموبايل جيده. الموبايل بيجي بواي فاي 6 وداعم لخاصيه الدول باند وبلوتوث 5.4. بالنسبه للمستشعرات فالموبايل داعم لخاصيه الان اف سي ومستشعر الجايروسكوب والبوصله ومستشعر المكالمات سوفت وير، ولكن اداء كويس جدا. وفي شويه مميزات بالذكاء الاصطناعي مش هحرقهم عليك وهسيبك تكتشفهم لوحدك، ده لو فكرت تجيب الموبايل بعد العيوب اللي هقولها لك كمان شويه. ونخش على علبه الموبايل. شكرا على الموبايل اللي جوه العلبه. خلصنا محتويات العلبه ونخش في العيوب. حاسك كده ما دوستش لايك؟ طب بذمتك اشتركت؟ انزل دلوقتي دوس لايك واشترك في القناه وفعل الجرس. هستناك ما تخافش. خلص بينا على العيوب. مفيش مدخل 3.5 مللي، لا لسه حاسك ما دوستش لايك. دوس لايك. الموبايل بيلم بصمات وتراب بسهوله، هتحتاج تمسحه كل شويه، وللاسف مش هقدر اقول لك تستخدم الجراب اللي جاي مع الموبايل، اصلا مش بيجي مع جراب. مدخل الشحن مترحل شويه لتحت مش جاي في النص، مفيش اي سيمتريه في الموضوع. حركه ان الاطار يكون بارز على اليمين كده من عند زرار الباور والصوت حاسسها مش لطيفه ومش مريحه كمان كاستخدام، ومش حلوه لما تبقى بتتفرج على الشاشه وتحسها ورمه من ناحيه وباقي النواحي عاديه. ارتفاع الكاميرات مش عالي، بس الاطار اللي حوالين الكاميرات في فراغ صغير كده بينه وبين جسم الموبايل، والفراغ ده هيلم تحته تراب وهيبقى صعب تنظيفه. حواف الشاشه كبيره في الموبايل ده مقارنه بالمنافسين، وخصوصا الحافه السفليه كبيره قوي، والسكرين تو بادي ريشيو هنا 86.5، في حين ان اغلب الموبايلات اللي في نفس سعره 88 وفوق. في 60 بكسل كده شايلهم سامسونج من الشاشه، ومش في الموبايل ده بس، ده كمان في الاي 56 اللي هو اعلى منه وفي الاي 26 اللي هو اقل منه. ونسبه البي بي اي هنا اقل من المنافسين 385 بي بي اي، في حين ان اغلب المنافسين 395 بي بي اي. مفيش اتش دي ار ولا دولبي فيجن. البصمه اللي تحت الشاشه بطيئه، بتاخد حوالي ثانيه او ثانيه وشويه كده على ما الموبايل يفتح، على ما الموبايل ده يفهم ان ده صباعك ودي بصمتك فيفتح. مش عارف ليه الوقت ده كله والله. روحوا اتعلموا من بي بي كي طلقه، انت من غير ما تلمس الموبايل يشوف صبعك بس ماشي في الجو كده من قبل ما تلمسه يكون فتح. المعالج اللي موجود في الموبايل ده ما يفرقش في الاداء عن الاكزينوس 1380 اللي كان موجود في الاي 35 بتاع السنه اللي فاتت، لكنه احسن بس في استهلاك البطاريه وسخونته اقل حاجه بسيطه. حجم البطاريه يعتبر صغير بالنسبه للمنافسين، اقل حجم بطاريه دلوقتي 6000 ملي امبير وفوق، وسامسونج ما استخدمتش التقنيه الجديده بتاعه البطاريات حتى في اجهزتها الفلاج شيب مش بس الفئه المتوسطه. والموبايل لسه محتاج ساعه وشويه عشان يشحن 100%. خد الكبيره بقى، وصله الشحن اللي بتيجي مع الموبايل اخرها 25 واط، مش داعمه لسرعه الشحن اللي سامسونج عاملاها للموبايل اللي هي ال 45 واط. لا الشحن مش هتكلم عنه دلوقتي. ونخش على عيوب الكاميرات. بالنسبه للكاميرا الاساسيه ففي بعض الاجزاء في الصوره بتكون الصوره لاسعه فيها شويه، والتفاصيل كانت محتاجه تتحسن عن كده، التفاصيل قليله شويه. ولو بتصور اشخاص في اضاءات داخليه بالعدسه الاساسيه هتحس لون البشره مش مظبوط قوي. في الصوره دي مثلا لون البشره مايل للاحمر اكتر، والوش ناعم بزياده مفيش تفاصيل كفايه، والدايناميك رينج في الاضاءات الداخليه ضعيف، والصور في الليل من غير النايت مود مايله للون الاحمر اكتر، والتفاصيل كانت محتاجه تتحسن شويه. النايت مود لما بتشغله مش بيعمل اي فرق في الصوره غير انه بيعلي الاكسبوجر، مش هتلاحظ فرق في الالوان او جوده الصوره، وده بيخلي الدايناميك رينج يلسع شويه في الصوره وبيبقى مش مظبوط. العدسه الالترا وايد في النهار التفاصيل بس قليله شويه، وفي الليل العدسه الالترا وايد التفاصيل فيها قليله قوي، واقل زوم هتعمله في الصوره هتبكسل منك، والدايناميك رينج بيلسع في بعض الاماكن. مع النايت مود بقى الصوره بتبقى مايله للون الاخضر بزياده حبتين. بالنسبه لتصوير الفيديو بالعدسه الاساسيه في النهار فالدايناميك رينج مش مظبوط، الاماكن الفاتحه بيظبطها لكن الاماكن الغامقه بتسود وتحس التباين او الكونتراست عالي شويه، والتفاصيل في الفيديو قليله.
اداء المثبت الالكتروني مش احسن حاجه، الصوره بتبقى مهزوزه شويه وبرده التفاصيل قليله والديناميك رينج مش مظبوط. تصوير الفيديو بالليل الديناميك رينج ضعيف والتفاصيل قليله والالوان سايحه على بعضها شويه. مفيش اوتو فوكس في السيلفي، الصور بالسيلفي التفاصيل كانت محتاجه تتحسن اكتر عن كده. تصوير الفيديو السيلفي في الشمس فيه لسعان شويه في الصوره، وتصوير الفيديو السيلفي في الاضاءات الداخليه التفاصيل بتقل شويه. مفيش مكان لكارت ميموري، الشبكات متوسطه مش احسن حاجه خصوصا لو مكانك ما فيهوش شبكه. مفيش مستشعر اي ار بلاستر، مستشعر المكالمات سوفت وير مش هاردوير. العلبه مش بيجي فيها شاحن ولا جراب ولا سكرينه، ويا ريت الوصله اللي مع الموبايل كويس، لا ده كمان اخرها 25 واط بس، وصله ولا ليها اي لازمه. تقدر تعتبر العلبه بيجي فيها الموبايل ودبوس الشريحه بس. والعيب الاخير واللي بسببه مش هنزل على موبايلات سامسونج تاني هو ان سامسونج نزلت برنامج في فئه الام والاي في موبايلاتها اسمه اب كلاود، والبرنامج ده من تطوير شركه اسرائيليه وبيتجسس لصالح اسرائيل، وبقى نازل في موبايلات سامسونج بشكل اجباري ومش هتقدر تمسحه او توقفه كانه جزء من النظام، ومش انت اللي بتنزله، هو اللي بينزل لوحده مع تحديثات النظام مثلا، او ممكن تلاقيه نزل لوحده. فبالنسبه لي سامسونج بقت مقاطعه، مش هنزل عنها اي فيديوهات تاني الا في حاله واحده بس، لو سامسونج حذفت البرنامج ده وخدت موقف تجاه اسرائيل وقدمت تعويض للناس اللي ممكن تتاذي بسبب الموضوع ده، وده مش هيحصل. سعر الموبايل للنسخه ال 128 جيجا مع 8 رام ب 15400 جنيه، وللنسخه ال 256 جيجا مع 8 رام ب 18100 جنيه، ضمان محلي نسخه صناعه في مصر. واقول لك رايي في الجهاز، الموبايل ده يعتبر متكامل الى حد ما، احسن شاشه وكاميرات في فئته السعريه، وكمان اداؤه كويس جدا بالنسبه لسعره. فلو كنت عايزه عشان التصوير او فرجه على افلام او مسلسلات، او لو كنت يهودي ومش فارق معاك المقاطعه، فاشتري الموبايل ده هيبقى مناسب ليك قوي. والموبايل ده هياخد 6 من 10، وللاسف مفيش حد توقع السكور الصح للموبايل، وانا بصراحه ما كنتش حابب انزل الفيديو او اتكلم اصلا عن سامسونج تاني، بس الفيديو اللي فات قلت ان الفيديو اللي جاي هيكون سامسونج الاي 36، وما كنتش اعرف بحوار البرنامج ده، غير اني كمان حبيت انزله عشان يبقى توعيه للناس، واللي مقاطع يستمر في المقاطعه وما يحسش انه لوحده، لا اللي مقاطعين كتير واكتر بكتير قوي من المتصفحين. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه مراجعه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. اكتب لي رايك تحت في التعليقات، دوس لايك، ولو اول مره تشوف اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. رابط قناه الجيمنج هتلاقيه تحت في الوصف او في اول تعليق، شيك عليه، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.